توقف التمويل من قبل مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية منذ 4 أشهر، إلى أن المركز ما زال يقدم خدماته لمرضى الفشل الكلوي بكفاءة عالية، في قليل يعني في نقص في الأدوية ونسعى لتوفيرها. ونحن ندعو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسة الصلة إلى سرعة تمويل أنشطة مركز الغسيل الكلوي لما يمثله من أهمية. المركز يقع وسط البلاد ويخدم شريحة واسعة من مرضى الفشل الكلوي في محافظة ضالع. الغسيل الكلوي يعتبر أجود وأفضل مركز يكون في الضالع، حيث هو يناسب جميع المرضى من ناحية الموقع ومن ناحية الرعاية ومن ناحية أن الموظفين يهتموا بالمرضى ويقوموا على خدمتهم طوال فترة الغسيل. ما تحقق في مركز الغسيل الكلوي خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم الدعم الكريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر 5 مراحل متتالية من العطاء المستمر. كان التدخل في وقت بالغ الحساسية، حيث كانت الأرواح تزهق بصمت والمعاناة خفية خلف الجدران لا يعلمها أحد. ما بين أمل يزرع في كل جلسة غسيل ويتمد بالرحمة من مركز الملك سلمان. نرى الحياة تعود في كل مكان من هذا المركز. أثر من عطائكم مشاهدة على أن الإنسانية لا تعرف حدودا. نحن في صلة نشرف ميدانيا على تنفيذ هذا الخير، ونلمس كل يوم كيف يحول هذا الدعم من رقم في العقد إلى حياة نابضة تنتظر. المرحلة السادسة ليست مشروعا جديدا بل استمرارا لقصة كرامة أنتم أبطالها. نتقدم بشكر جزيل لكل من مركز الملك سلمان وكذلك مؤسسة صلة على دعمهم السخي لمركز الغسيل الكلوي خلال الفترة السابقة، وقد توقف دعمهم في فبراير 2025، ونسأل من الله أن يعيدوا تجديد العقد للمرحلة السادسة، كون المواد التي أوجدوها لنا على وشك النفاذ، ونسأل من الله أن يعيننا على القيام بهذه المهمة. نحن في مركز الغسيل الكلوي نعاني من شحة في هذه المواد، وكذلك الكادر بدون رواتب. الديزل أيضا نوفره من فاعلين خير، وكذلك الماء، صاحب الماء إذا لم يوفر له قيمة الماء سيتوقف عن دعمنا بالماء، ونسأل نرجو منهم أن يستمروا في الدعم هو وفاعلين الخير في توفير مادة الديزل وكذلك الماء وكذلك الأدوية حتى يستمر هذا العمل. وندعو مركز الملك سلمان وكذلك مؤسسة صلة على سرعة التجديد للمرحلة القادمة للأهمية ولكون المواد التي وفروها على وشك النفاذ ولا كانت تكفي إلا لشهر واحد فقط، وجزاهم الله خير. لا توقفوا الحياة، ساعدونا نكمل الغسيل.